في هذا السؤال. دخول الحشد الشعبي إلى الأنبار أصبح ضرورة، أتفق أو لا أتفق؟ سيد حميد الهايس. لا أتفق معك، أصبح ضرورة ولا وجود بديل غيره. السيد النائب، دخول الحشد الشعبي إلى الأنبار أصبح ضرورة، أتفق أو لا أتفق؟ فقط قل لي أتفق أو لا أتفق الآن. لا أتفق. لا تتفق، لماذا؟ لأن الحشد هو احتلال محافظة الأنبار، وهؤلاء لا يؤمنون، وفي الأنبار رجال، وبالتالي القضية سياسية وليست أمنية. العزة والكرامة ستعود مرة أخرى في الأنبار، أتفق أو لا أتفق؟ أتفق إذا كانت ضرورة، ولا أتفق إذا كان هناك حلا حقيقيا. السيد الهايس، ساحات العزة والكرامة ستعود مرة أخرى، صح أم خطأ؟ لا خطأ، هذا درس لن ينسى اتعظ منه أهل الأنبار. كيف؟ وضح. ما جنوا منها إلا الشر والدمار والخراب. هذه برأيك ساحات العزة والكرامة؟ أبحوك عليهم بعض السياسيين هكذا تصف ساحات العزة والكرامة؟ أنا لن أسميها العزة والكرامة، أنا أسميها الذلة والمهانة. دكتور ظافر، أسميها الذلة والمهانة. أعود بهذا الوصف إلى السيد النائب ليرد. تفضل سيد النائب، لماذا ترد؟ ساحات العزة والكرامة والشهامة والرجولة، فهي التي نادت بحقوق الحرائر في السجون. أما المعركة التي يرام بالقتال، القتال درس في طهران نهاية 2010، وقرر في بغداد وبمستشارين عسكريين في منتصف 2011. فلا علاقة للساحة، الساحة خرجت بمطالب وليس ردة الفعل كالفعل. لابد أن عبد القادر النايل نعم اصلا عليه اوامر قبض 4 ارهاب، وقبيلته تبرأت منه لان هو ضمن الدواعش ومن ضمن فرق الدواعش. نعم تفضل اكمل. اتحدى ينكر. هل هذا كل ما تريد ان تقول الان قبل ان ننتقل؟ اقول لعبد القادر النايل نعم انت مطلوب عشائريا وقانونا، وانت داعشي ومن ضمن المجاميع الارهابيه ومن ضمن قادتها. هل هناك ادله ماديه؟ نعم موجوده الادله. طيب حق رد مكفول السيد النائل. السيد النائل بماذا ترد؟ تفضل. لا قيمة لهذا الكلام، وإن 4 إرهاب مشمول فيها العراقيون، فهذا قانون وضيع وضعه المحتل وكرسته الطائفية واستخدمته إيران وأذنابها وخناجرها في المنطقة. أقول له أنت من سببت في دمار الأنبار، أنت في خطاباتك الطائفية والدينية المزيفة. عليك بتعديل نفسك وإصلاحها، وترك هاي المزايدات فلان ويا فلان وفلان ويا فلان. محافظتنا محتلة من قبل أكبر إجرام في العالم. طيب وانتوا اللي جبتوه، وانتوا تتحملون المسؤولية. انتهى الوقت. واحنا ما نترككم على حالكم، ترى مهما تكون النتائج. انتهى الوقت. هو إرهابي محترف وممتاز ويجيد لغة الخطابة لأنه هو إمام وخطيب جامع. لكن ذولا تدري المعممين من يقايش ويا لسانهم؟ هذا بتكذب أول، معممين الأنبار بتكذب أول. اسمع، بالتلفيق ما حد يغلبهم. ناس يمتازون بالكذب بامتياز، لا تهمهم إلا مصالحهم الشخصية وحبهم للظهور والسلطة والسلطوية. هذا اتهام خطير السيد الهايس توجهه للسيد النائل. السيد النائل من حقك هذه الحقيقة يا دكتور. طيب دكتور مظفر، هاي الحقيقة الموجودة على أرض بيناتنا، الله لا حد يغشنا. طيب نعطي الحق للرد. تفضل سيد النائب. أولا إن عمي رحمه الله تاج رأسه، وكثير من رجالات العشائر يعتبرونه فخرا وعزا، ولذلك هو من وقف بالإرهاب. فهذا كلام مردود عليه، وبالتالي نحن الذين دفعنا ضريبة كاملة. طيب. لكننا في الوقت نفسه لا يمكن أن نكون جزءا من مشروع إيران. طيب. حتى يتم التغاضي أو التراضي عنا من هذه الحكومة التي تنازلها وقتلت أهلها. من ضمن التنظيم الإرهابي وكان قيادي،
ومطلوب، هو قلت لك مطلوب الأقرب الناس سيد إليه. الهايس، هناك أدلة مادية يجب أن تقدم، هكذا اتهامات جزافا لا يجوز. يعني هل هناك أدلة مادية موجودة أوامر القبض، موجودة أوامر القبض. طيب ولا حد يقول طلعت من بغداد المشتكين عليه أهل الأنبار. طيب سيد النائب، بماذا ترد؟ وأقاربه. هذه ادعاءات لا قيمة لها، والمفروض يا أستاذ مظفر أنك تترفع أكبر بهذه القضية أمام محنة الأنبار. نعم. الأنبار الدول والعالم أهل الأنبار إكراما لمن قتل من الأنبار، لمن استشهد من الأنبار، لمن نزح من الأنبار. نريد أن نعرف الآن الحقائق. أنتم أمام الشعب الأنباري، أنتم أمام الأهالي، وأنتم أمام الشعب العراقي الآن وأمام التاريخ. من أبرز الشخصيات التي لعبت بمصير الأنبار، قلها إن كنت تعرفها، تفضل. أبرز الشخصيات وأنا صريح تماما، تفضل. قلتها منذ بداية الاحتلال، محافظ الأنبار الذي ارتضى أن يكون مع المالكي، وهو أحد رجالات المالكي للأسف الشديد، ولم يكن في ماضيه هكذا، هو أحمد خلف وأحمد أبو ريشة، وكذلك من الشخصيات سعدون الدليمي، من الشخصيات الذين باعوا ضمائرهم وحركوا أجندات واتفقوا أن تكون ساحة الأنبار هي المعركة، وإلا بما 3 أشخاص لعبوا بمصير محافظة مساحتها ثلث العراق فقط. هؤلاء صنعوا إماعات في كل المناطق، وصنعوا من خلال المال، لأن المال هو الذي حرك واشترى كثير من الناس، وغرروا بالإعلام ودفعوا لوسائل الإعلام ما يسقط الحقيقة عن أزمة الأنبار، فجعلوها معركة. ولذلك الغربية لأنهم غير منقادين فهموا القضية ولم يجعلوا مناطقهم ساحة معركة وتهديم لمنازلهم وتهجيرهم. أجبت عن السؤال بصراحة، والسيد الهايس أيضا قال سأتكلم بصراحة. السؤال الأول حتى حدثنا عن الصراحة، قال صراحتي غير محدودة. السيد الهايس، من أبرز الشخصيات الأنبارية التي لعبت بمصير الأنبار هي رافع العيساوي، أحمد العلواني، علي الحاتم المتكلم اللي يدعي بالبطولات الكذبية، زيدان اللي اعتلوا المنصات من معممين، كلهم سبب في تدمير الأنبار وإهانتها. واكو قضية شرعية، سيدنا رسول الله يقول إياكم والجلوس على الطرقات، قالوا يا رسول الله ما لنا بد، هل يعلم هذا والله يخزيك يا لساني. مو كانوا قاطعين الطريق السريع وآلاف حوادث السير، 150 ضابط اغتالوا أيام الخيام، ما يقارب 250 منتسب من شرطة الأنبار. كان في الأنبار لا توجد شرطة اتحادية ولا جيش ولا أي شيء. يعني ليش يكذبون؟ تفضل السيد نايل بالرد، لك حق الرد. أولا لا نعلم ضيفك عالم ديني حتى يتكلم بهذه القضية أم أنه لا والله مو دين، الحمد لله والشكر، ما صير مثل الدجال. الدجل معروف لأهل الأنبار من باع ضميره، ولذلك نقول أن هذه القضية لا أصل لها. من ذكرهم من الأسماء لم يكونوا طرفا بهذه القضية، هؤلاء ليسوا أصحاب قرار، إنما أرادوا القضية. ولذلك يهمنا جدا، فقط أجبني عن هذا السؤال، نعم أو لا فقط. أدعو شيوخ العشائر في الأنبار إلى التبرؤ فورا ممن هم مع تنظيم داعش، نعم أو لا؟ لا. السيد الهايس، أدعو شيوخ العشائر في الأنبار إلى التبرؤ فورا ممن هم مع تنظيم داعش، نعم أو لا؟ تبرؤوا أكثر من 50 مرة، نعم أدعوهم للتبرؤ. السيد النايل، لماذا لا؟ لأن هؤلاء يدافعون عن مناطقهم، لأن هؤلاء يدافعون عن ميليشيات وعن جيش يريد استباحة عشائرهم، وبالتالي هؤلاء رجال الأنبار، وهؤلاء لم يقترفوا ولم يقتلوا كما يدعي البعض. هؤلاء لم يتقدموا ولم يهاجموا، هؤلاء دافعوا عن مناطقهم، دافعوا عن عشائرهم وعن بيوتهم. ولذلك هؤلاء لابد أن تكون هناك مصالحة حقيقية يتبناها شيوخ العشائر وعلماء الدين. سيدي نايف، ولكنك قبل قليل قلت بأن تنظيم داعش إرهابي، فكيف لا تتبرأ من شخص هو مع تنظيم إرهابي؟ من كل قلبه.
ما مو قلت لك مو من كل قلبه؟ الانتماء غير التواجد في المنطقة. أنتم تريدون أن تجعلوا كل من يتواجد في منطقته في منطقة التماس مع داعش هو إرهابي، وهذا هو الخطأ الكبير. والله أقول هذا مفخم مجا الظاهر ما يدري شكو ماكو. أرجوك أن تحترم الضيف المقابل. يا بهذا الحالة يسولف والله وكيلك العشائر متفقة والدواع ما موجودين، بس الدواع المناسبة يقاتل بهم بالجيش والقوات الأمنية. يعني هذا من كل عقله يحكي هو داعش يا أخي، مو قلت لك مو من كل قلبه حكى هذه الساعة. طيب أبقى معك سيد الرئيس. أنا مع تسليح أبناء العشائر دون استثناء لتحرير الأنبار. أتفق أو لا أتفق؟ نعم. السيد النائب. والله ما أتفق مع الكل، أتفق وفق نظام المتطوعين الرسميين. لماذا لا تتفق مع الكل؟ هل لديك شك أو ماذا يعني؟ لماذا؟ هل لديك شك؟ أريد أقول للناس تحلم بعد تلزم منبر وتقوم تكذب بيه على الناس وتخدعهم. تحلم بعد تخدع واحد. صح الناس صحت ووعت وعرفتك أنت وأتباعك شنو. السيد الهايس أبقى معك. أصف مجلس محافظة الأنبار بأنه، والله أنا طالبت من وزارة الهجرة والمهجرين تنطي بطاقات نزوح حالهم حال النازحين، لأن ما كان دورهم قوي. مو كلهم حاشا لله، بهم لا بالله لا زالوا في الصفوف الأمامية، لكن المنهزمين على أهل الأنبار أن يعيدوا النظر بتفكيرهم بهم. طيب السيد النائب، أصفوا مجلس محافظة الأنبار بأنه مجلس محافظة الأنبار جزء من المشكلة ولم يكن أداؤه حقيقيا. أن تعطيني رقما حتى لو كان رقما تقريبيا. أعتقد أن عدد عناصر داعش في الأنبار حوالي كم تعتقد تقريبا؟ يعني ربما لا يتجاوز 5000 أو 4000. السيد الهايس كم تقريبا داعش في الأنبار؟ أقل من 2000 أو أقل بشيء بسيط. طيب سيد هايس، من أين ولو يستمد داعش؟ عنده لأنه ولو الرقم يجوز الرقم يعرفه هو. تعرف ليش يعرفه؟ لأنه هو وياهم أكيد عنده معلومات. السيد الهايس، تنظيم داعش في الأنبار يستمد نعم. قوته من أين يستمد قوته في الأنبار؟ احنا قلناها دائما، قلنا داعش سلح الجيش العراقي عندما انهزم امامه. طيب السيد النائب، في هذا تسليح داعش يستمد قوته منين؟ داعش طبعا داعش بالمناسبة داعش انتهوا. طيب داعش انتهوا، داعش ضعف كثير. طيب الهاي. وحسب اعتقادنا داعش راح ينتهي بأقرب وقت. لأن الفيلم راح ينتهي وينكتب تنظيم داعش يستمد قوته في الأنبار من أين يستمد قوته في الأنبار؟ من قرارات الحكومة حاليا ما عنده ومن تجار الذين يصطفوا مع إيران من غير أن يكونوا مدافعين عن المحافظة. طيب انتهى الوقت. في البداية حق الرد مكفول لكل من ورد اسمه في هذه. أشكر السيد حميد الهايس رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، وكذلك أشكر السيد عبد القادر